هنبدأ فيلمنا مع اتنين مرتبطين وداخلين مسابقة واللي هم كيتي ومايك، والمسابقة بتكون انهم يقعدوا في أوضة مع بعض لمدة 50 يوم، وبتكون الأوضة كبيرة وبيضة وما فيهاش حاجة، ولو استحملوا القعدة لوحدهم طول المدة دي هياخدوا جايزة 5 مليون دولار. بس لو حد قرر فيهم انه ينسحب مش هياخد أي حاجة، والتاني هياخد مليون دولار بس. فبيدوسوا على زرار البداية وبيبدأ العد التنازلي، فبيفرحوا جدا لأنهم فاكرين إنها حاجة سهلة، وبيقعدوا يتفقوا إنهم لما يكسبوا هيقسموا الفلوس بالنص. فبتسأله كيتو هو هيعمل إيه بالجايزة، فبيقول لها مايك انه هيستمتع بيها ويروح كل يوم حفله وهيبني مدرسه للفقراء، وبيبان انه بيتكلم باستهتار ومش همه الفلوس، على عكس كيتي اللي بتكون حريصه على الفلوس وبتقوله انها تستثمرهم. وبيبان ان شخصياتهم مختلفه، لان مايك بيحب الرسم على جدران الشوارع وانه يعيش حياته بحريه، عكس كيتي اللي حياتها منظمه ومترتبه. وبيروحوا يشوفوا الاوضه اللي هم فيها وبيلاقوا فيها حمام كبير ومجرى للغسيل وكمان لوحة على الحيطة فيها كل التعليمات بتاعة المسابقة، وكمان ممكن يطلبوا منها الوجبات. فبتخش كيتي الحمام وبيطلب مايك العشاء، بس بيجيله علبة لبن مخلوطة ببروتين وملهاش طعم. فبيتضايق مايك بس بيقول ان الفطار هيكون احسن. ولما بيجي وقت النوم النور بيطفي في الأوضة وده معناه وقت النوم، وبيحاول مايك يخش في علاقة مع كيتي بس بتكون خايفة من بروفيسور بافلو مخترع المسابقة، وبتكون خايفة لا يصورهم. وتاني يوم بتصحى بدري وبتخش تاخد شاور وبتكلم نفسها في المراية وبتقول ان حلمها قرب، وبيكون مايك طلب الفطار وبيطلع ان الوجبات هي وانهم هيعيشوا على اللبن بالبروتين. كيتي بتبدأ تعمل في تمارين اليوجا بتاعتها علشان تساعدها على الاسترخاء، وبتكون ملتزمة بالروتين بتاعها اليومي، على عكس مايك اللي ابتدى يزهق ومش بيعمل حاجة غير انه يبص على الساعة بتاعة العد العكسي. وبتقول له كيتي انه يشغل نفسه باي حاجه علشان ما يزهقش، فبيبدا انه يلعب معاها ويمارس معاها تمارين اليوجا، وبيكون عدى على الحال ده 23 يوم. وفي يوم بيشوف مايك حشره جوه الاوضه فبيقرر انه يربيها وبيحط لها من اللبن بتاعه، بس بيقول لهم المتحدث الالي في الاوضه انه ممنوع الاكل غير المتنافسين. فبيقرر مايك انه يدوس على زرار الايقاف علشان يطلعها بره الاوضه، بس بتمنعه كيتل ان لو عمل كده هيتحسبه منسحب من المسابقه. بس بيتضايق منها مايك وبيقول لها انها انانيه وانها بتعمل كده علشان مش نباتيه زيه. فبتقلب بخناقه مع كيتي وبتقول له ان اللحمه هي الغذاء الأساسي للإنسان، وبتسأله عن عدد المرات اللي تعب فيها بسبب إنه نباتي. فبيقول لها إنه بيعمل كده علشان يضايق أبوه الغني واللي ما كانش حارمه من حاجة. هو قرر إنه يحرم نفسه، ولما بتسيبه كيت بتدوس على الحشرة بالغلط وبتموتها، وبتحاول تعتذر لمايك بس بيكون فاكر إنها كانت قصده وبيسيبها وبيقعد لوحده. وبيدور مايك في التعليمات وبيلاقي إن ممكن يشتري حاجة بفلوسه، فبيشتري قلم ألوان أخضر بس بيكون ثمنه 100 ألف دولار من فلوسه. فبتقول له كيت وهي متضايقة إنها تكون من نصيبه هو، وبيبدأ يرسم مايك في كل حتة. وبتحاول كيت تصالحه وبتقول له يرسمها، بس بيكون مايك عاوز يرسمها من منظوره هو، بس كده بتقول له انه يرسمها زي ما هي. فبيقول لها ان الابداع الحقيقي هو لما الفنان يرسم الجوهر، وانها لو عايزه تشوف نفسها زي ما هي تقف قدام المرايه. فبتتخانق معاه وبتقول له انه مش بيعرف يرسم، وبيفضل مايك يرسم لحد ما قلم الالوان بيخلص. وبتروح كده علشان تتاسف له وبتقول له انها ما كانتش متصوره انها ممكن تضغط عليها، فبيسامحها مايك وبيناموا مع بعض لحد الصبح. ولما بتروح كده الحمام بتشوف مسدس هناك فبتنده على مايك وبيتصدم هو كمان لما بيشوف، وبيقرروا يخلصوا منه فبيحطوه في مجرى الغسيل. بس المتحدث الآلي بيقول لهم ان ما ينفعش اي حاجه تتحط في المجرى غير الغسيل، فبيضطروا انهم يحطوه تحت السرير. ولما بتسال كيتي مايك هو ممكن يكون البروفيسور ورا المسدس ده، فبيقول لها اكيد، وبيقول لها كمان انه بيعمل افلام وثائقيه وانه مهووس بسلوك الانسان لما يتغير تحت اي ظرف. وبيقول لها انه في اخر فيلم ليه جاب بنت فقيره وحولها لموديل عالميه وبقى معاها فلوس كتير، بس في الاخر التعديل ده جه على دماغها لانها ماتت مع عيلتها. وهنا بتبدا تخاف كيتي لما بتعرف السبب الحقيقي للمسابقه اللي هم فيها. وبعد شويه بيجي اتصال لمايك من اخته، وبتكون المسابقه عملت كده علشان ما يكونوش منفصلين عن العالم بشكل تام. وبيفرح مايك جدا لما بيشوفها قدامه على الشاشه، وكانت بتشجعه وبتدعمه وبتقول له انها فرصه كويسه علشان يبعد شويه من كيتي. وبتزعل كيتي لما بتعرف ان مايك بيتكلم عنها قدام اخته بشكل وحش. وبعد كده بيجي اتصال لكيتي وبتكون الراجل عجوز، واول ما بتشوفه كيتي بتفضل تصرخ وتعيط وبتقعد على الارض. وبيحاول مايك انه يكون جنبها ويهديها لغايه ما بتنام. وتاني يوم اول ما بتصحى بتكون مكتئبه وبتقول لمايك ان اللي شافته ده ابوها، بس هي كانت بتكرهه لانه كان بياخد فلوس المدرسه بتاعتها هي واخواتها وبيروح يشرب بيها، وانها انهارت اول ما شافته علشان افتكرت العذاب اللي كان بيعذبه ليها. ولما بيسالها مايك عن مكانه بتقول له انه موجود في دار المتشردين وانها مش قادره تسيبه ولا قادره تسامحه. فبيقول لها مايك انها تطلب الهديه بتاعتها من فلوسها علشان تتبسط شويه، بس هي بتقول له انه يطلب هديته التانيه. وبتدخل الحمام وبيطلب هديته التانية مقابل ربع مليون دولار. فبتدخل بنت جميلة جدا بس مش بتكون لابسة حاجة، وبتطلع كيتي وبتتصدم من اللي شافته. فبيحاول يبرر لها مايك انه ما كانش يعرف ان دي الهدية بتاعته، فبتخليه يقلع التيشيرت بتاعه ويديهولها تلبسه. وبعد كده بتقول لهم انها ممثلة وطلبوا منها انها تدخل من غير هدوم مقابل مبلغ مالي كبير، وبيبان انها مش عارفه حاجه عن المسابقه. بيصدقها مايك بس كيتي مش بتكون واثقه فيها وغيرانه منها، وبالليل بتكون مش عاوزه تنومها جنب مايك فبتنام هي في النص.
وتاني يوم بتصحى مش بتلاقيها، فبتفرح بس بتتصدم لما بتلاقيها خارجه من الحمام، وبتكون عامله لها ضغط كبير لانها غيرانه منها، فبتطلب هديتها الاولى واللي بتكون حبوب هلوسه، وبياخدوا هما التلاته منها، وبياخدوا اليوم وهما مهلوسين. وبيحلم مايك بشخص بيغرق ومش عارف ينقذه، وبيفضل يصرخ وهو بيقول شون، وبتصحيه كيتي وبتهديه وبتقول له ان موت شون مش ذنب، وبتفضل جنبه لحد ما بينام. وبتقعد مع الممثله وبتقول لها ان شون ده يبقى اخو مايك، وانه في يوم كان قاعد معاه وغرق في حمام السباحه، بس مايك معرفش ينقذه بسبب انه كان واخد حبوب هلوسه ومش في وعيه. وبتتعاطف مع الممثله وبتقوم كيتي تنام جنب مايك. وبعد شويه بيصحى مايك وبيروح يقعد مع الممثله، واللي بتمسك ايده بتحاول تهون عليه وبتقول له ان اللي بيعمله غلط، وانه مش هيستفيد حاجه من الفلوس لو جرى لهم حاجه. تصحى كيتي وبتشوف مايك والممثله ماسكه ايده، فبتتخانق معاهم، فبيتضايق مايك لانها مش واثقه فيه. وتاني يوم بتصحى كيتي ومش بتلاقي الممثله، فبتفرح جدا بس بتلاقي جمله مكتوبه على الحيطه، وهي ان مايك خانها مع الممثله. فبتتخانق مع مايك بس هو بيقول لها انه ما لمسهاش وانها المفروض تثق فيه، بس بيتخانقوا مع بعض وبتزقوا كيتي وبيقع وبتتفتح دماغه. فبيقرر مايك انه يمشي من المسابقه ويروح لدكتور، بس بتحاول كيتي تعالجه، تقول له ان النزيف هيقف، بس مايك بيبص لها باستحقار وبيقول لها انه مش فارق معاها اي حاجه غير الفلوس، وانها ممكن تسيبه يموت عادي. وبيقول لها انه لو كان عاوز يخونها كان خانها وهي مسافره، وان خسر كل اصحابه بسبب انه كان مستنيها تتعالج، وانها بدل ما تشكره على اللي عمله بتتهمه بالخيانه. وبيقول لها انه هيمشي من الاوضه علشان هي اللي قلبتهم وحوش، بس بتترجاه كيتي انه ما يسيبهاش، وبتقول له انه ممكن يكون مش عاوز الفلوس بس هي محتاجاها. ولما بيصمم مايك انه يمشي بتاخد كيتي المسدس من تحت السرير وبتهدده بيه، وبتضرب طلقه في الهواء بس مش بيخاف مايك، وبيفضل ماشي لحد ما بيخرج من الاوضه. وبتقعد كيتي على الارض طول المده وهي قاعده مش بتعمل حاجه، وبتنام. وبيجي اليوم ال50 وبتخرج كيتي من الاوضه، وبعد كام يوم يشوفها مايك وهي خارجه من دار المسنين، وبيقعدوا يتمشوا مع بعض، وبيسالها هي عملت ايه بالفلوس، فبيطلع انها اتبرعت بيهم علشان يبنوا دار المسنين. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوب.